مستمعي راديو هيفي اف ام، اسعد الله اوقاتكم ومرحبا بكم في الزاوية البيئية لهذا اليوم، نتعرف من خلالها على الاثر البيئي للسدود، فاهلا بكم. مستمعينا الكرام، تعرف السدود والخزانات المائية بأنها محاولة سد أمام مياه متدفقة من نهر أو أكثر بقصد جمعه، ولها فوائد متعددة، فهي توفر مياه الشرب وتساهم في توليد الطاقة الكهرومائية وزيادة إمدادات المياه لأغراض الري. ومن جانب آخر فإن المشاريع الخزانات مضار عدة على البيئة والإنسان على حد سواء. مستمعينا الكرام، كثيرا ما تكون الخزانات المائية المقامة بالمقروبة من المناطق السكنية سببا في هجرات كبيرة من البشر وإعادة توطين هؤلاء، مما يؤدي إلى آثار اقتصادية ونفسية كبيرة. كما وأن بلدان كثيرة من البلدان النامية تعتمد على الفيضانات الموسمية من الأنهار، والسدود هذه تخفف منها، الأمر الذي قد تؤثر على البيئة والزراعة. مستمعينا الكرام، تحمل الأنهار 4 أنواع مختلفة من الرواسب إلى أسفل مجاريها، والتي تساهم في تشكل ضفاف الأنهار مثل الدلتا والطمي، والبحيرات ذات الشكل الهلالي، والشواطئ الساحلية. وبناء السدود يمنع تدفق هذه الرواسب إلى المصب، مما يؤدي إلى تآكل النهر من هذه البيئة الترسيبية، وتزداد الرواسب المتراكمة في الخزانات والسدود. مستمعينا الأعزاء، تساهم السدود في انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث أن بناء هذه الخزانات على مساحات واسعة من الغطاء النباتي يؤدي إلى وفاة وتحلل النباتات والأشجار الغنية بالكربون، وبالتالي فإن تعفن المواد العضوية من هذه النباتات والأشجار يطلق كميات كبيرة من الكربون في الغلاف الجوي، وتستقر المواد النباتية المتحللة في قاع الخزان غير المؤكسج الذي يحول المياه ليصبح مؤكسجا، فيطلق غاز الميثان المنحل. مستمعينا الكرام، كون السد هو بمثابة حاجز بين حركة المنبع والمصب تؤثر على حيوانات النهر المهاجرة مثل السمك السلمون، التي تمنعها الخزانات المائية من الهجرة إلى مناطق وضع البيض من أجل التكاثر، وهذا يؤدي إلى انخفاض أعدادها. لذلك يلجأ الآن إلى إقامة مواقع خاصة للأسماك أو نقلها بالبوارج من المصب لتضع بيضها. مستمعينا الكرام، قد تكون هذه السدود مرتعا لناقلات الأمراض، وخصوصا في المناطق المدارية مثل البعوض ناقل الملاريا، والقواقع ناقلات المرض البلهارسيا، والتي تستفيد من هذه المياه التي تتدفق ببطء أو تكون راكدة. مستمعينا الكرام، أقيمت عندنا العشرات من هذه السدود والمتوسطة والصغيرة بغرض إرواء الأراضي الزراعية لزيادة إنتاجيتها، وقد صرفت عليها الملايين من الليرات، ولكنها الآن تحولت إلى أحواض صغيرة ومرتعا للحشرات، وحتى الأسماك لا تستطيع أن تعيش فيها. مستمعي راديو هيفي اف ام، كنتم معنا في هذه الحلقة من الزاوية البيئية، حيث تعرفنا على الآثار المفيدة والضارة لإقامة الخزانات المائية. أوقاتا سعيدة نتمناها لكم، وإلى اللقاء.